السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج حديث الليل. في وقت الليل لما الأصوات كلها تسكت وبيفضل صوت واحد بس مش راضي يهدى، صوت جواك. يمكن طول اليوم كنت تضحك تهزر وتقول أنا تمام، بس الحقيقة إن في حاجة ناقصة، في وجع مستخبي وفي كلام متقالش. حديث الليل مش برنامج، ده مساحة آمنة نطفي فيها دوشة الدنيا ونسمع نفسنا بصدق. حلقة الليل عن ناس سكتت مش لأنها ضعيفة لكن لأنها تعبت. اسمع بقلبك مش بودنك. في هدوء الليل وأول ما الدنيا تهدى بنكتشف إن في حاجات جوانا كان بتصرخ طول اليوم، بس إحنا اللي كنا عاملين نفسنا مش سامعين. مش كل اللي ساكت راضي، في ناس سكتت عشان زهقت من الشرح، ناس تعبت من التبرير، ناس كانت بتتكلم كتير بس محدش كان بيسمع. أصعب حاجة إنك تبقى محتاج تحكي وتفضل كل مرة تقول مش مهم بعدين، وفي الآخر بعدين ده ما بيجيش. الوجع الحقيقي مش في الخذلان، الوجع إنك تبرر الخذلان وتقنع نفسك إن اللي حصل عادي وإنك أنت اللي مكبر الموضوع. في ناس بتمشي من حياتك بهدوء، لا صوت لا مشاكل لا عتاب، بس بيمشوا وهم شايلين خيبة أمل تقيلة. والمؤلم أكتر إنك بعد كل ده لسه قلبك طيب، لسه بتسامح، لسه بتدي فرص، كأنك بتعاقب نفسك على نقائك. حديث الليل النهاردة مش نصيحة ولا حكم، هو بس تذكير. ولو تعبت من حقك تسكت، بس مش من حق حد يكسر روحك. ولو حسيت انك بتختفي شوية شوية راجع نفسك، مش يمكن انت اللي محتاج تهتم بنفسك قبل اي حد. تصبحوا على راحة، ولو مش مرتاحين ربنا يجبر بخاطركم.